أعزائي متابعيني أهلا بيكم. في الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم النهاردة أنا في ورشة محمد إبراهيم في مدينة السلام. عايز أقول لحضراتكم لما شفت الباب ده قلت لازم حضراتكم تشوفوه معايا. ليه لازم تشوفوه معايا؟ لأن الباب ده صعب جدا أي حد يعمله، مش أي نجار يعرف يعمله، ومش أي نجار يعرف يوصل للكواليتي ده. عايز أقول لكم أنا هو عامل مجموعة بيبان أهي. بصوا حضراتكم كلهم شبه بعض، كلهم تقفيل واحد. يعني انا مش حاطط مثلا الباب اللي على الوش هو اللي احسن حاجه، لا، هم كلهم زي بعض. ده خشب ارو. عايز اقول لكم انا بقالي سنين طويله جدا ما شفتش الخشب الارو، لان قليل اللي بيشتغل في الخشب الارو، لانه يمكن سعره غالي شويه. ولكن معروف عن الخشب الارو ان هو من اجود انواع الاخشاب على مستوى العالم. يعني يمكن اللي سافر امريكا هيلاقي المطابخ في امريكا بتتعامل من خشب الارو، والابواب بتتعمل من الخشب الارو، ويمكن معظم العفش بيتعمل بالخشب الارو. يمكن من 30 او 40 سنه فاتوا انا فاكر كويس جدا، كنت انا بشتغل، يعني كان في ناس بتفرش بيتها كله بالكامل بخشب الارو. يعني لما كان حد بيعمل بيته بالخشب الارو كان طبعا بيبقى غالي جدا، لان برضه الخشب الارو طول عمره غالي. كان ممكن تفرش بيتك كله، يعني عايز اقول ايه، 150,000. يعني لو حد يعني ب 200,000 وال 150 وال 200,000 جنيه دول، عايز اقول لكم ده كان من فتره قريبه، ما كانش من بعيد، يمكن مثلا من حوالي 20 سنه او 25 سنه. ولكن دلوقتي عشان تعمل بيتك ارو، انا يعني حدث ولا حرج، ممكن يكون ملايين الجنيهات. بس برضو عايز اقول لكم لما شفت الباب ده عجبني جدا. انا ليه بقول كده؟ كل اللي عايز يفرش بيته من الارض انا برشح محمد ابراهيم النجار. بتقعد معاه وبيعمل لك تصميمات، وبيتفق معاك على الخامات، وبيعمل لك شغل بالشكل ده كده زي ما حضراتكم. انا قاصد اجيب الباب قبل الدهان وهو لسه ما دخلش الدهان. وعايز اقول لكم كمان ان هو لسه ما صنفرش، يعني لما بيصنفر بتبص تلاقي تجزئه الخشب بتبان وبيكون شكله حاجه فارهه. فانا برشح محمد ابراهيم للناس محبين الشغل، او يفرشوا في بيتهم بشغل مستوى عالي. خليني اقول لكم برضو دي مستوى الحشوه خشب ارو كلها. عايز اقول لكم انا شايلها ومتضايق لانها تقيله عليا. شايفين اهو، بصوا، خشب ارو كلها بالكامل مسيف، وادي الكشف بتاعها. دي الحشوه اللي هي دي قبل، يعني قبل ما تركب هنا بيكون كده. وعايز اقول لكم كمان ان هو هنا عامل حاجه النجارين القدام هيفهموا، وكمان المهندسين اللي بيفهموا، مش اي مهندس هيفهم الكلام اللي انا بقوله. دي السناره اللابسه، دي سناره لابسه. هتلاقي بعد ما بيركب الحشوه بيركب السناره اللابسه دي الحليه، بتكون عاليه زي ما حضراتكم شايفين. ده ارقى انواع الموبيليا على مستوى العالم. وفي نهايه لقائي بشكركم شكرا جزيلا، وتحياتي فنان الرحال.